الأطفال ساعات بتزهق من سندوتشات متكررة كل يوم. زبدة الفول السوداني والحمص نقدر نعمل بيهم حاجات كتير ما تزهقهمش. ممكن نضيف الحمص مع الجبنة والخضار ونحاول نغير في ألوان وأنواع الخضار. الحمص مصدر بروتين نباتي وفيه دهون صحية اللي هي الطحينة والفيتامينات والمعادن في الخضار. ممكن نستخدم نفس الحمص والخضار بس نغير نوع العيش ونقطعه بأشكال مختلفة كل مرة. زبدة الفول السوداني الطبيعية مهمة جدا للأطفال لأنها غنية جدا بالبروتين ومصدر دهون صحية. جربوا تضيفوا لها خضار وجبنة وفاكهة بدل الطريقة التقليدية بالمربى بس. تالت حاجة ممكن نغير فيها هي الفلافل بالحمص أو الفول، بالذات لو ضفنا لها ألوان طبيعية زي البنجر هتعجب الأطفال جدا. في عيش بلدي صغير عشان يعرفوا يمسكوه. العيش البلدي غني جدا بالألياف والردة، مفيد جدا للأطفال. جربوا في يوم تشيلوا العيش خالص وتضيفوا مكانه رايس كيكس بالحمص او زبدة الفول السوداني. اهم حاجة تكون طبيعية من غير زيوت وسكر. المكون الاساسي فيها هو الفول السوداني. قولوا لي بتحبوا تعملوا ايه لما اطفالكم بيزهقوا من السندوتشات العادية؟ سندوتشات فلافل للاطفال في المدرسه ممكن تعملوها بطريقه لذيذه. تعملوا فلافل بالطريقه العاديه وتضيفوا عليها بنجر مشوي، تضيفوا سمسم او حبه البركه مع خضار وعيش بلدي صغير. الفلافل سواء معموله بفول او حمص مفيده جدا للاطفال. الحمص مصدر بروتين هايل، مع السمسم والطحينه هتخلي الوجبه غنيه جدا بالحديد وزنك ومغنيسيوم وكالسيوم، وهتساعد الاطفال على النمو والتركيز. ونضيف معاهم خضار كتير على قد ما نقدر، خضار جاهز او انتم مجهزينه من قبل كده. اهم حاجه تسهلوا على نفسكم وتزودوا خضار كل يوم. قولوا لي اطفالكم بيحبوا ياخدوا سندوتشات ايه في المدرسه؟ وبالهنا والشفا. الحاجات اللي المفروض ما نقدمهاش لاطفال اقل من 4 سنين عشان ما يبلعوهاش: الفاكهه اللي على شكل كور صغيره زي الحرنكش والتوت وقشرتها ناعمه، والطماطم التشيري الصغيره يستحسن نقطعها نصين او 4. حاجات تانية زي الفواكه اللي بذورها كامله وصحيحه زي الرمان يستحسن ما نقدمهوش زي ما هو للاطفال، ولو عايزين نستخدمه في شكل عصير. كمان العنب هو مفيد جدا للاطفال بس يستحسن نقطعه لاجزاء صغيره جدا عشان الاطفال يعرفوا ياكلوه. الحاجات اللي فيها نوى صغير زي الكريز والزيتون نتاكد برضو اننا شلنا النوى ونهرسه كويس. انواع الفاكهه اللي فيه منها صغير وكبير يستحسن نبعد الصغير تماما عن الاطفال او نقطعه. طريقه التقطيع كمان بتفرق، يعني الخيار يستحسن نقطعه بالطول احسن من نقطعه قنصات. حاجات تانية زي الفشار والمكسرات ما ينفعش برضو نديها للاطفال اقل من 4 سنين. قولوا لي لو استفدتوا من الفيديو، لو عايزين معلومات اكتر عن تقديم الاكل للاطفال. لو جربتوا الجبنه القريش كريمي كده مش هتبطلوا تاكلوها. كل اللي محتاجينه حاجات بسيطه: جبنه قريش بالتوابل اللي بتحبوها مع شويه لبن. ضيفوا التوابل اللي انتوا عايزينها. انا هنا ضفت شطه وبابريكا وكمون وتخلطوها كويس قوي لحد ما توصل للقوام الكريمي ده. كده غيرناها لو مش بتحبوا القوام بتاعها، والتوابل بتغير الطعم بتاعها. احفظوا الكمية في التلاجة وكلوها بالطريقة اللي تعجبكم. من مميزات الجبنة القريش ان دايما بتكون البروتين فيها عالي وسعراتها الحرارية قليلة. هتبقى مفيدة جدا للناس اللي عايزة تنقص وزنها او الناس اللي عايزين يضيفوا بروتين اكتر في الدايت بتاعهم. والاطفال بالذات ان هم محتاجين بروتين في الفترة دي، بس يستحسن ما نحط لهمش توابل كتير ونشيل الشطه. قولوا لي بتحب الجبنه القريش ولا لا؟ تعالوا نشوف ازاي هنعمل سبريد صحي للاطفال سندوتشات كل يوم. هنعمل الحمص بالطريقه العاديه بس هنعمل حاجات شويه مختلفه، زي اننا نقلل التوابل على قد ما نقدر ونستبدل الثوم العادي بتوم باودر. هنضيف طحينه وزيت زيتون وليمون. في الوصفه الاصليه شفتهم بيضيفوا مكعبين تلج، بس انا بصراحه معرفش هما بيعملوا ايه. اللي يعرف يكتب لي في الكومنتس. هنخلط كل المكونات سوا لحد ما قوامها يبقى كريمي كده شويه. وافتكروا دايما ان كل ما نضيف الوان سواء خضار او فاكهه كل ما تكون القيمه الغذائيه عاليه وكل ما هيتبسطوا بيها اكتر. ممكن نعمله كلاسيك ونضيف رمان او نضيف بنجر. البنجر هيخلي لونه احلى، ده غير ان هيخلي فوائده اكتر. هيحبوه قوي خصوصا للبنات الصغيرين. قولوا لي بتعملوا سندوتشات ايه كل يوم؟ الاطفال دايما بيكونوا عايزين ياكلوا سناكس او حاجه حلوه او مقرمشه. هقول لكم على سناكس صحيه ممكن ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. الذرة الحلوة من الحاجات الغنية ببيتا كاروتين ومفيدة جدا لصحة النظر. الفشار بيحبوه جدا وغني بمضادات الأكسدة وبديل لذيذ جدا لحاجات كتير قوي مليانة مواد حافظة. خضار متقطع بأشكال بيحبوها مع جبنة قريش أو حمص. الحاجات دي بتساعد على التركيز وبتساعد على نمو الطفل بطريقة صحيحة. جربوها وقولوا لي بتحبوا تضيفوا ايه صحي للانش بوكس. النهارده السلطه لكل ام بتصحى بدري وتجهز اللانش بوكس لاولادها. ممكن تعملي سلطه بالحاجات اللي بتجهزي بيها الفطار للولاد مع دريسنج خفيف. كل اللي محتاجينه في السلطه دي حاجات خفيفه وبسيطه بس مليانه فيتامينز ومعادن بتفيد كل ام، ومش محتاجه خطوات كتير لان طبعا الامهات بتكون مشغوله جدا في الفتره دي. ممكن تضيفوا للسلطه جبنه حلومي او سوري مشويه، مصدر للبروتين والكالسيوم عشان تبقى السلطه وجبه كامله. دريسنج جاهز وطبيعي من جرين هاوس. وكده السلطه تبقى جاهزه مليانه مكونات طبيعيه مفيده لزياده التركيز وتقويه المناعه وكمان صحه البشره والشعر. اعملوها بسرعه، مش هتاخد وقت خالص وانتوا بتحضروا لولادكم الفطار، بس هتفرق جدا في نظام اكل وهتزود الطاقه اللي محتاجاها كل يوم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. بالهنا والشفا.